لعل عبد الرحمن بن خلدون الذي كتب مقدمته في تيارت وكان له شرف تدريس في جامع بجاية بالقصبة، ولعل الآثار التي خلفت تشهد على أن الجزائر لها حضارة فعلا. ليفر ابن خلدون بعلمه وحياته إلى الجزائر، حيث مدينة بسكرة، حيث تزوج هناك من إحدى بناتها. المرحلة التونسية في حياة ابن خلدون، وهي مرحلة النشأة والتكوين، ربما سنقف أمامها وأمام بقية رحلاته في بلاد المغرب العربي كاملا، خصوصا المرحلة الجزائرية التي كتب فيها مقدمته الشهيرة. المقدمة كلها وضعت في قلعة بني سلامة بنسبة لا تقل على، أقول لك لماذا، على يمكن 4 أخماسها. على أي حال دخل في خلاف مع السلطان، وطلب السلطان برأسه فهرب إلى قلعة بني سلام حيث كتب مقدمته الشهيرة. وأنا أعتقد أنه كانت بتراوده طول الفترة دي أن يأتي إلى القاهرة. رحلته من تونس إلى الإسكندرية. وحين غزا الطاعون تونس فر مع من بقي من أهله إلى المغرب الأوسط الجزائر، واستقر في بسكرة وتزوج منها، ثم خرج منها إلى الأندلس، ولم يطل بقاؤه فيها فعاد إلى الجزائر وأقام بقلعة ابن سلامة في مدينة تيهارت 4 سنوات، شغل فيها بكتابة مقدمة كتابه المشهور. في أوائل العشرينات من عمره ترك بلاده وتزوج في مدينة بسكرة الجزائرية قبل أن يرحل إلى المغرب ليكون مؤرخاً لفترة حكم أبو عنان المريني ملك فاس. وعندما سئم من تقلبات السلطة ودسائس السياسيين آثر الانعزال والخلوة في قلعة بني سلامة ل4 أعوام، خرج منها بعدما أتم كتابة عمله الأعظم مقدمة ابن خلدون، الموسوعة المكونة من 4000 صفحة والتي أعدها لكتابه العبر. سنة منصب وزير أول لسلطان بني حفص سنة 1352 للميلاد، حيث كان يلقن مادتي الفقه والرياضيات لآلاف الطلبة الذين تتلمذوا على يده. ولكن جهود ابن خلدون العلمية انصبت على كشف جوانب مهمة من الإنسان الأمازيغي. يعتبر ابن خلدون أن كلمة أمازيغ تعني الإنسان الحر صاحب الأرض المتشبع بالفضائل الإنسانية من خلق وعز وكرم، وهي المعطيات التي توصل إليها واعتمدها في كتابة أجزاء من المقدمة. هنا في حي القصبة العتيق كتب ابن خلدون مؤلفه البربر والإسلام، تناول فيه بإسهاب صفات الشخصية البربرية ومدى تشبثها بالحرية. في كتابه عن البربر يقول ابن خلدون إن تنافسهم على الخلال الحميدة وما جبلوا عليه من الخلق الكريم من عز الجوار وحماية النزيل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكاره والثبات في الشدائد، لهم في ذلك آثار ينقلها الخلف عن السلف، وهي الصفات التي اعتبرها ابن خلدون فضائل البربر في شمال إفريقيا. يعتبر ابن خلدون المؤرخ الحقيقي للبربر في شمال إفريقيا، ويعني في البربر عامة، لأنه كتب في أصلهم وفي انتشارهم في شمال إفريقيا، وعن عاداتهم وعن الكثير مما يخصهم. يرى المؤرخون أن ابن خلدون لم يكن غريبا عن مدينة بجاية التي درس بجامعاتها وفيها أنجز قرابة ربع المقدمة المشهورة. المهم اللي عندنا احنا عندما نتكلم على ابن خلدون هو أولا أن أعطانا معلومات عن تجديد الدراسات الفكرية في المغرب انطلاقا من هنا من بجاية، وهو الذي أعطانا المعلومة باللي نصر الدين المجدلي عندما رجع من مصر أخذ معه الكتاب المختصر لابن الحاجب.
تحفظ مدينة بجاية بعد مرور قرون شواهد قيمة من التاريخ الخلدوني الذي أصبح تراثا معرفيا لأبناء المدينة ومفخرة لهم بكل اقتدار. رفيق بخوش، وصباح الخير يا عرب. مدينة بجاية شرق الجزائر. كنت زرت الجزائر قبل؟ لا للأسف، بس ودي إن شاء الله يعني. إن شاء الله يوم من الأيام بإذن الله تعالى. نحن الآن بجوار تمثال العالم العربي الكبير عبد الرحمن بن خلدون، والمولود عام 1332 في تونس. هذا العالم انتقل إلى مدينة بجاية بعد مرور فترة من الزمن، وأقام فيها 2 ثم رحل عنها وعاد إليها مرة ثانية. في هذه القلعة الكبيرة، وهي إحدى القلاع المطلة على البحر في مدينة بجاية، قطن ابن خلدون، وكان يدرس في هذه القلعة مادة الشريعة والقانون وعلم الاجتماع، وعرفت فيما بعد بجامعة ابن خلدون. هذه القلعة كانت إحدى أكبر قلاع المدينة والتي تضم مركز المدينة. نتعرف إليها مشاهدي الكرام عبر هذا التطواف في صورها الرائعة والجميلة الشامخة المطلة على البحر مضاهية حضارة أوروبا. عين ابن خلدون وزيرا أول في الدولة الحمادية، وكان يقوم بشؤون المسلمين في هذا المقر الكبير، لكنه كان بعد أن ينفذ من شؤون الناس ينتقل إلى المسجد داخل هذه القلعة ليدرس علم الشريعة والقانون والرياضيات. يقول المؤرخون أن مدينة بجاية الرائعة والكبيرة عرفت من خلال كتابات ابن خلدون.